من هنا بدأت القصة بيوم ما انتقلنا إلى العيش بمنزل جديد نظرا لتغير طبيعة عمل زوجي. كان المنزل الجديد جميلا للغاية، واسعا وأثاثه على أحدث طراز. لقد تيقنت أننا سنهنأ بالعيش فيه، ولكن لاحظت شيئا غريبا على ابنتي الصغيرة التي لم تتجاوز العام الواحد من عمرها بعد. كانت عندما تبكي كعادتها وعادة كل مولود على الفور تستقطع بكاءها بضحكات عالية. أرجحت هذا الأمر إلى اعتقادي بأن الملائكة من تفعل ذلك، حتى جاءت ليلة ارتفع صوت بكاء صغيرتي بطريقة غير عادية، فهممت إليها، وبمجرد اقترابي من حجرة نومها سمعت صوتا جميلا يغني لها، فبدأت ابنتي في الضحك بصوت عال كما تفعل كل مرة. اقتربت أكثر لأكتشف هوية من تغني لابنتي، وإذا بها امرأة غريبة غاية في الرعب. لم تقع عيني على شخص ببشاعتها من قبل. تمكنت من تمييز شكلها، فهي امرأة متوسطة القامة تتسم بسمرة لون بشرتها، وأيضا شعرها أبيض. اقتربت أكثر لأميز ملامح وجهها البشع، غير أنها اختفت في لمح البصر. تجمد جسدي بالكامل. مما رأيت على الفور أخبرت زوجي بما حدث، وقررنا الرحيل عن المنزل. ورغم رحيلنا عن المنزل الملعون، ما زالت ابنتي الصغيرة تضحك بأصوات عالية أثناء بكائها، وأحيانا يتغير لون عينيها فتصبح مخيفة، وتنطق بكلمات غريبة وغير مفهومة. لكننا لم نتخلى عنها، واتبعنا جميع طرق العلاج إلا أن أتى الفرج من عند الله، وشفيت ابنتنا الوحيدة. القصة إلى هنا تنتهي. عزيزي المشاهد، لو كنت تحب هذا النوع من القصص قم بمتابعتي لتتوصل بالجديد. دائما سلام علم.